بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو عايزة تعملي أجمل طبق مخلل لفت شرفك قدام ضيوفك ويعيش معاكي سنة وزيادة كمان، لو عايزة من غير أي إضافات، من غير أي شيء. بص اللون المية بتاعته طبيعي من غير أي إضافات عليه، يبقى أكيد انت في المكان الصح. يلا بينا على الوصفة والطريقة على طول، وانا ان شاء الله هخليكي استاذة في عمل مخلل اللفت. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة من شكله كده ان شاء الله هنعمل وصفة، اول وصفة على القناة بإذن الله، تكون فتحة خير علينا بإذن الله. ربنا يا رب يكرمنا كلنا بإذن الله. بس يا رب تشجعونا وما تنسوناش في لايك وكومنت وتشتركوا معانا في القناة علشان نكبر مع بعض بإذن الله. النهاردة باينة كده من شكلها يومين اللفت، فاحنا هنعمل مخلل اللفت بس بطريقة سهلة من غير بنجر، من غير أي معانا. أول حاجة هنعملها إن احنا هنجيب اللفت ومش ما تحطوهوش في المية وتنقعيه، تمام؟ يعني احنا بنجيبه ونحطه في المية وننقعه وبعدين نقول ازرق مننا، بلاش الكلام ده. اول حاجة انت هتشطفيه شطفة سريعة خالص، وبعدين اهو زي ما انتوا شايفين كده لسه ما اتغسلتش، شطفة سريعة بس، تمام؟ انا طبعا مكملة الباقي. انت هتاخدي الحتت اللي هي كده، تمام؟ اهي هتاخدي الحتت دي بس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. شايفين؟ هي الحتت دي اصلا هتسيب اللون البامبي ده بتاعه لان هو ده اللي هيديله اللون، خلاص. وبعد كده هتاخدي الحتت دي لان مهما غسلت فيها بتفضل شكلها مش حلو. ودي ما تشيلهاش كلها، بس انا كانت عندي مش كويسة، خلاص اهي. ودي بقى بعد كده تبدأي تغسليها، اوعي تحطيها في المية وتركنيها، تمام؟ خلاص احنا مش مستاهله ان احنا نعمل واحدة كمان، خلاص. انا هكملهم الاتنين دول. بعد كده بقى هتقطعيها بطريقة سهلة وبسيطة. لا، هنبدأ كده. لو انت هتخزنيه لفترة طويلة هتختاري الصغير منه كده، هتختاري الصغير ده وتسيبيه زي ما هو. هتقطعيه امتى؟ هتقطعيه اما تيجي تحطيه للأكل، خلاص. لو انت بقى عايزة حاجة تتاكل بسرعة هتقطعي زي ما انا التقطيعة دي اللي هي بتاعت الشارع، تمام؟ او اي تقطيعة تاني. واللي هيفضل معاكي برضو قطعيه كبير شوية كده اهو. خلاص اتفقنا ان احنا هنقطع اي تقطيعة اهي. اهم حاجة ده بتاعه علشان ده اللي هيدينا اللون، احنا مش هنحط لا بنجر ولا اي اضافات، تمام؟ انا هقطع حبة معاكم. لو انت عايزة تقطعي التقطيعة اللي هي بتاعت بره دي اهي، خلاص. يعني موضوع سهل وبسيط اصلا، مش محتاج او حتى على ايدك اهي. القطاعة دي هي اللي بتعمل الشكل اصلا اهي، خلاص. لو عايزه تقطع بالطريقه دي طبعا عشان ما اطولش عليكم الفيديو، بقيه انا مش هقطعه بنفس التقطيعه دي لان هياخد وقت معاي. انا ممكن اقطعه كده لان الكميه كبيره، خلاص. لو الكميه كبيره خليها كده، لو في صغير خليه صاحي زي ما هو، خلاص. هنبدا على طول وهنخلله. طريقه التخليل بقى هي اللي معايا مختلفه شويه. انا هجيب برطمان، تمام؟ ده اللي احنا هناكله على طول. انا هحط فيه على طول بسم الله الرحمن الرحيم. اوعي تزوديه بالميه على طول، تمام؟ يعني انا هحطه، البرطمان ده صغير فانا هحط له كل ماده كده اهي، حاجه بسيطه كده ملح. يعني انا هحط المخلل وبعدين هحط عليه الملح واسيبه. بعد شويه المخلل ده هينزل، هينزل الميه اللي فيه. الميه اللي فيه دي هي اللي هتدي اللون البامبي، شايفين؟ يعني انا هملاه كويس خالص
بس هو هينقص معايا بعد شويه. هتاخدي لون حكايه. شايفين كل الفراغات اللي فيه دي هتملى، هينزل. شايفين هو مفيهوش ولا نقطه ميه حاليا. بعد شويه هينزل ده كله، وهكمله تاني، هكمله واحط له ملح برضو. تمام. الكبير ده احطه برضو مع بعضه في برطمان تاني. انا هخلص الكميه دلوقتي واوريها لكم بعد ما حطيتها. طب هنحط قد ايه ملح؟ اللي هو بصوا الكلام ده بعد حوالي 10 دقايق كمان. بصوا البرطمان ناقص قد ايه. بنتي هتسيبيهم ساعتين، انا دلوقتي هزوده. بعد ما هزوده هضيف ملح برضو للحبة الصغيرين اللي انا حطيتهم دول. بصوا كده بعد حوالي 3 أو 4 ساعات انا فضلت ازود فيها لحد ما الكمية كلها خلصت. شايفين المية اصلا هو اتملى من غير ولا نقطة مية. تمام. بصوا التاني، شايفين المية وصلت لحد فين؟ عشان ده كبير. كله كده بنفس الطريقة. في الوقت ده بس انا هزود. لو عايزة تحطي خل حطي، مش عايزة براحتك. عايزة تحطي شطة، آه اي حاجة عايزة تحطيها انت حرة. تمام. بس انا عامة بحبه كده من غير اي اضافات. ده مش هيتحمل خلاص كده. بس كده وهنغطيهم وترجيهم كده، واللون هيبدأ يظهر من تاني يوم ان شاء الله. هوريكم انا الخطوات بتاعته، مش هنزل الفيديو غير لما اوريه لكم وهو مستوي. خلاص. بصوا يا جماعة، النهاردة بعد يوم، ده تاني يوم الصبح. بصوا اللون بدأ يغير معاي زي ما انتوا شايفين اهو. بصوا المية بتاعته، بصوا اللون بتاعه بدأ يبقى حلو ازاي. شايفين حاجة كده عسل اهو. احنا شفنا خطواته واحدة واحدة. ان شاء الله تشتركوا في القناة مطبخ حنين، كوني ملكة في مطبخك. بالفعل انت ملكة في بيتك بتدبيرك وتوفيرك. والحاجة اللي بتعمليها في البيت افضل بكتير من الحاجة اللي هي من بره، وخاصة في وقت الغلا اللي احنا فيه ده. هوريكم ان شاء الله الخلطة، هوريكم ان شاء الله النتيجة اول ما نبدأ ناكل فيه بإذن الله، وبعد كده هنزل الفيديو. لحد كده وخلصنا الوصفة بتاعتنا بتاعت النهاردة. خلي اللفت الجميل اهو. طبعا شايفين الكبير ده بيقعد فترة اكبر، واللي هو فيه الصحيح ده بيقعد اكبر واكبر. ولو انت عايزاه تخليه يفضل اكتر، يبقى تخلي ده تخليهم في التلاجة. خلاص. تمام كده. بصوا اللون والطعم شايفينه، هو بيتكلم عن نفسه، مش محتاج اي حاجة. اللون بتاعه وردي وجميل طبيعي. بألف هنا وشفا. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوناش في لايك وكومنت واشتراك في القناة. شيروا الفيديو على قد ما تقدروا، وما تنسوش ان مطبخ حنين ان شاء الله وبإذن الله هتبقي ملكة في مطبخك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.